اهلا بيكم سنة تالتة اعدادي، ومعانا النهاردة تاني فيديو في فيديوهات ازاي نحل الخريطة في الامتحان. وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن خريطة قارة امريكا الشمالية، وهنشوف وهنعرف مع بعض ايه هي الحاجات اللي مطلوبة مننا لو قارة امريكا الشمالية جات لي في الامتحان. اقولك يلا بينا نجيب قارة امريكا الشمالية ونشوف ايه اللي مطلوب مننا بالظبط. أول حاجة عايزين نعرفها المية اللي موجودة حوالين قارة أمريكا الشمالية، يعني ده إيه؟ أقول له ده المحيط الأطلنطي. طب اللي على إيدي الشمال ده إيه؟ أقول له ده المحيط الهادي. طب اللي فوق ده إيه؟ أقول له ده المحيط القطبي الشمالي. طب الحتة دي إيه؟ أقول له ده خليج المكسيك. طب ده ايه؟ اقول له ده البحر الكاريبي. يبقى احنا كده عرفنا كل المية اللي حوالين قارة امريكا الشمالية. ايوه، عرفنا ان ده المحيط الاطلنطي، وده المحيط الهادي، وفوق المحيط القطبي الشمالي، وده خليج المكسيك، وده البحر الكاريبي. ايوه، عايز نعرف ايه تاني؟ اقول لك عايزك تعرف القارات اللي جنب قارة امريكا الشمالية. يعني القارة اللي تحت دي امريكا الجنوبية، والقارة دي اسيا. قارة آسيا إيه اللي جابها هنا؟ أقول لك مش إحنا عايشين على الكرة الأرضية؟ فشرق الكرة الأرضية جنب الغرب عادي، والحتة اللي بين قارة آسيا وقارة أمريكا الشمالية دي مضيق اسمه مضيق بيرنج. مضيق إيه؟ بيرنج. طيب كده احنا عرفنا المية وعرفنا أسماء القارات اللي موجودة حوالين قارة أمريكا الشمالية. عاوزني أعرف إيه تاني؟ قال لك أنا عايزك تعرف دوائر العرض الرئيسية اللي بتعدي عندك في قارة أمريكا الشمالية. طب هو انت عندك كام دايرة عرض رئيسية؟ اقول له عندي 2 بيعدوا في قارة امريكا الشمالية. الدايرة اللي فوق دي ودي الدائرة القطبية الشمالية، والدايرة دي ودي مدار السرطان. يبقى بالنسبة لدوائر العرض الرئيسية اللي موجودة عندك في قارة امريكا الشمالية كام دايرة؟ 2. دايرة فوق الدائرة القطبية الشمالية، والدايرة دي مدار السرطان. طيب بعد ما عرفنا دوائر العرض والمية، عاوزني اعرف ايه تاني؟ اقول لك عاوزك تعرف الجبال والهضاب والانهار. الجبال والهضاب والانهار؟ ايوه. طيب هو الجبال اللي مطلوبة مننا في امريكا الشمالية كام جبل؟ اقول له 2. طب والهضاب؟ 2. طب والانهار؟ 3. يبقى احنا هنذاكر كام جبل؟ 2. وكم هضبة؟ 2. وكم نهر؟ 3. بالنسبة للجبال قال لك هنا كده جبال اسمها جبال الابلاش. جبال ايه؟ الابلاش. وهنا كده جبال اسمها جبال روكي، ودي اعلى جبال القارة على فكرة. يبقى لما نيجي نتكلم عن الجبال في قارة امريكا الشمالية عندنا كام جبل؟ 2. الابلاش وروكي. طب الهضاب؟ اقول له 2. هضبة في الحتة دي اسمها لبرادور. اسمها ايه؟ لبرادور. ودي اهم هضبة عاوزك تاخد بالك منها. وعندي هضبة تحت كده جنب خليج المكسيك، يبقى دي المكسيك، يبقى الهضبة اسمها ايه؟ هضبة المكسيك. يبقى انا عندي كام هضبة؟ 2. لبرادور والمكسيك. وكم جبل؟ 2. الابلاش وروكي. انا بعيد لك في الاسماء دي علشان الاسماء دي احنا بننساها. طيب بالنسبة للانهار اقول له عندي 3. ايه هما ال3؟ اقول لك ده اسمه نيلسون، والنهر ده اسمه سانت لورانس، وده اسمه الميسيسيبي. احنا عندنا كم نهر؟ 3. ايوه، نيلسون، سانت لورانس، الميسيسيبي، كلهم فيهم حرف السين. طيب هو انت تعرف ال3 انهار دول كل نهر منهم بيرمي المية بتاعته فين؟ يعني المصب بتاعه فين؟ اقول له كل نهر فيهم بيصب في خليج. عندك نيلسون ده بيصب في خليج اسمه خليج هيدسون. سانت لورانس برضه بيصب في خليج اسمه خليج سانت لورانس، يعني بيصب في خليج على اسم النهر. والميسيسيبي بيصب في الخليج اللي تحت، يعني بيصب في خليج المكسيك. يبقى ال3 انهار اللي عندي فيهم حرف السين، وال3 بيصبوا في خلجان. نيلسون في هيدسون، سانت لورانس في سانت لورانس، الميسيسيبي في المكسيك. يبقى كل نهر من ال3 انهار عندي بيصب فين؟ في خليج، وكلهم فيهم حرف ايه؟ فيهم حرف السين. عايز نعرف ايه تاني بقى عن قارة امريكا الشمالية؟ اقول لك عايزك تعرف اهم حاجتين: الاقاليم المناخية والسلالات البشرية. الأقاليم المناخية والسلالات البشرية؟ أيوة.
طيب نبدأ بالأقاليم المناخية. هو أنت عندك كم إقليم مطلوب مني أعرفه في قارة أمريكا الشمالية؟ أقول لك 7 أقاليم. كم؟ 7 بحالهم؟ أقول لك ال7 مش كلهم مهمين، عندي 5 مهمين. ال5 دول رقم 1 فيهم التندرة. فين ده؟ أقول لك فوق في الحتة دي. إقليم التندرة ده أكتر إقليم بيتكرر في الامتحانات. وخلي بالك لو جبت لك خريطة العالم كده علشان تبقى عارف الحتة اللي فوق في آسيا، والحتة اللي فوق في أوروبا، والحتة اللي فوق في أمريكا الشمالية، ال3 أماكن في ال3 قارات دول، يعني الأطراف اللي فوق دي إقليم التندرة، وده أكتر إقليم بيتكرر في الامتحانات. يبقى تاني، اول اقليم عندي اخد بالي منه التندرة، الحتت اللي فوق يعني الاطراف الشمالية في القارة تبع التندرة. طيب نرجع لقارة امريكا الشمالية. انت قلت لي عندك 7 اقاليم، منهم 5 مهمين، قلت لي واحد من ال5، باقي 4. اقول لك عندي 2 يمين و2 شمال. نعم، يعني 2 يمين و2 شمال؟ يعني 2 على ايدك اليمين، واحد هنا وواحد هنا، و2 على ايدك الشمال صغيرين، واحد هنا وواحد هنا. طب دول ايه؟ اقول لك اللي فوق ده اسمه الاقليم اللورنسي، وده تاني اهم اقليم عندي في قارة امريكا الشمالية. يبقى التندرة رقم 1 وده اكتر واحد بيجي، اللورنسي تاني واحد بيجي بعده. طيب الاقليم ده ايه؟ اقول له ده الاقليم الصيني. يبقى انا عندي اللي فوق التندرة ده الاقليم اللورنسي، اما ده الاقليم الصيني. طيب الاتنين اللي قصادهم ايه؟ اقول لك اللي قصاد الصيني ده البحر المتوسط، اما اللي قصاد اللورنسي ده اقليم غرب اوروبا. يبقى انا عندي كده 7 اقاليم، اهم 5 التندرة فوق، 2 على ايدي اليمين اللورنسي فوق والصيني تحته، في الناحية التانية غرب اوروبا فوق والبحر المتوسط تحته. عايزك تحفظ دول زي اسمك. طيب لسه كده في اقليمين. اقول لك فاكر دي جبال ايه؟ جبال روكي. طب افرض جاب لي في الامتحان وما قاليش جبال وقال لي اقليم، اقول له الاقليم الجبلي، ما دام فيها جبال يبقى الاقليم الجبلي. طيب هنا كده تحت ده بيقول لك ده الاقليم المداري الحر اللي هو السوداني، ومش بيجي كتير في الامتحانات. المهم تركز لي على ال5 اقاليم اللي قلت لك عليهم، واهم حاجه التندرة فوق. على ايدك اليمين 2 اللورنسي، وده عند هضبة لبرادور، وكمان تحته كده الصيني، في الناحيه التانيه فوق غرب اوروبا، تحت مين؟ البحر المتوسط. طيب قبل ما نكمل كلامنا عايز اقول لك على شويه تفاصيل وتريكات هنا. ايه هي؟ اقول لك اقليم البحر المتوسط ده الحته دي اسمها ولايه كاليفورنيا، وكاليفورنيا دي ولايه من الولايات المتحده الامريكيه. يبقى اقليم البحر المتوسط موجود في امريكا في ولايه ايه؟ اقول له كاليفورنيا. كاليفورنيا دي موجودة في شرق أمريكا ولا في غرب أمريكا؟ في غرب أمريكا. طيب في حاجة تانية عايز تقولها لي؟ أقول لك أيوة، الإقليم اللورنسي ده يجي لك ساعات في المكان ده وما يرضاش يقول لك الإقليم، ويقول لك الغابات. الغابات؟ طب هو الغابات اللي موجودة في الإقليم اللورنسي اسمها إيه؟ أقول له اسمها الغابات المخروطية. الغابات إيه؟ المخروطية. طيب في الحتة بتاعت إقليم غرب أوروبا لو جابها لي وبدل ما يقول لي إقليم قال لي غابات، أقول له إيه؟ أقول له الغابات النفضية. استنى كده، كل الأقاليم المناخية اسم الغابات فيها على اسم الإقليم، يعني الاستواء اسمها الغابات الاستوائية، والإقليم الموسمي اسمها الغابات الموسمية، ما عدا إقليمين 2 أسماء الأقاليم مختلف عن أسماء الغابات. الإقليم اللورنسي الغابات بتاعته اسمها الغابات المخروطية، وإقليم غرب أوروبا الغابات بتاعته اسمها الغابات النفضية. يبقى لما يجي لي كده في الحته بتاعت الاقليم اللورنسي هنا كده على هضبه لبرادور ويقول لي دي غابات ايه؟ اقول له دي الغابات المخروطيه. قصادها في غرب القاره كده ويقول لي هنا كده اقليم ايه؟ اقول له ده اقليم غرب اوروبا. طب غابات ايه؟ اقول له دي الغابات النفضيه. يبقى احنا كده عرفنا كل الاقاليم المناخيه اللي مطلوبه مننا في قاره امريكا الشماليه. قلنا هنركز على اول اقليم فوق خالص اللي هو اقليم التندرة، وده اكتر حاجه بيجي. اللي يجي بعده على طول اللورنسي. ممكن يسالك على الاقليم وممكن يسالك على الغابات. لو قال لي اقليم اقول له اللورنسي، قال لي غابات اقول له مخروطيه وخلاص. تحته الصيني، قصاد الصيني كده البحر المتوسط في ولايه اسمها كاليفورنيا. فوق البحر المتوسط قصاد اللورنسي في غرب القاره في الحته دي ده اقليم غرب اوروبا. ولو قال لي غابات اقول له الغابات النفضيه. طيب الاقليمين اللي مش بيجوا كتير ممكن يجي لك مكان جبال روكي ويقول لك اقليم ايه؟ اقول له ده الاقليم الجبلي. وتحت هنا كده الاقليم المداري الحار، وده مش بيتكرر كتير في الامتحانات.
كده احنا اتكلمنا عن الأقاليم المناخية. كلمني بقى عن السلالات البشرية. عندك كم سلالة منتشرة في قارة أمريكا الشمالية؟ أقول لك أكتر سلالتين مسيطرين السلالة المغولية والسلالة القوقازية. طب فين المغولية؟ أقول لك المغولية نص القارة وانت طالع من فوق كده، كل دي سلالة مغولية. ومن عند الولايات المتحدة الأمريكية يعني من نص القارة وانت نازل دي قوقازية. يبقى احنا عندنا كم سلالة بشرية مطلوبة مننا؟ اقول له 2. القارة يعتبر مقسومة نصين، النص اللي فوق دي سلالة مغولية والنص اللي تحت دي سلالة القوقازية. طيب احنا كده عرفنا السلالات البشرية. ايه اكبر المدن اللي فيها سكان؟ اقول لك اكبر مدينة واكتر مدينة بتتكرر في الامتحانات هنا كده مدينة نيويورك اللي في الولايات المتحدة الأمريكية. وعندك برضو مدينة هنا كده في المكسيك اسمها مكسيكو اللي هي العاصمة فيها سكان كتير. وعندك كمان مدينة في كندا اسمها مونتريال. بس أكتر مدينة بتتكرر في الامتحانات نيويورك. طيب كده احنا عرفنا كل البيانات اللي مطلوبة مننا في الامتحان في قارة أمريكا الشمالية. طب ما يلا كده نراجعها بسرعة مع بعض، وعايزك وانا بقول تسبقني في الكلام. أول حاجة هنشوف المية اللي حوالين قارة أمريكا الشمالية. ده ايه؟ ده المحيط الأطلنطي. طب ده هو ايه؟ ده المحيط الهادي. طب اللي فوق ده هو ايه؟ ده المحيط القطبي الشمالي. طب ده هو ايه؟ خليج المكسيك. ده ايه؟ البحر الكاريبي. طب دي قارة ايه؟ امريكا الجنوبية. دي قارة ايه؟ اسيا. ده مضيق ايه؟ بيرنج. طب بالنسبة لدوائر العرض اللي عندك 2، الدايرة اللي فوق دي ايه؟ دي الدائرة القطبية الشمالية. والدايرة دي ايه؟ اقول له ده مدار السرطان. طب بالنسبة للجبال والهضاب والانهار عندك كم جبل وكم هضبة وكم نهر؟ اقول له جبلين وهضبتين و3 انهار. دي جبال ايه؟ اقول له دي جبال الابلاش. اما دي جبال روكي. طب الهضاب دي هضبة لبرادور. اما دي هضبة المكسيك. انهارك نيلسون، سانت لورنس، الميسيسيبي. طب بالنسبة لأقاليمك المناخية أهم إقليم عندي الحتة اللي فوق التاندرا. اللي بعدها على طول الحتة اللي عند هضبة لبرادور اللي هو الإقليم اللورنسي. ولو سألني وقال لي غابات أقول له الغابات المخروطية. تحته هنا كده الإقليم الصيني، قصاد الصيني البحر المتوسط في ولاية هناك اسمها كاليفورنيا. طيب فوق إقليم البحر المتوسط قصاد الإقليم اللورنسي بس في غرب القارة إقليم غرب أوروبا. افرض جاب لي الحته اللي تحت دي اقول له ده الاقليم المدار الحار. طب جبال روكي مكانها كده اقول له ده الاقليم الجبلي، ودول مش بيجوا كتير في الامتحان. طب بالنسبه للسلالات البشريه اقول له يعتبر نص القاره من فوق كده كلها السلاله المغوليه، ومن نص القاره وانت نازل لتحت السلاله القوقازيه. طب المدن اللي فيها سكان كتير اقول له اشهر واكبر مدينه فيها سكان كتير جدا في الولايات المتحده الامريكيه هنا كده مدينه نيويورك. عندك هنا كده مدينه مكسيكو. عندك كده مدينة مونتريال اللي في كندا. وبكده نكون خلصنا كل البيانات اللي مطلوبة مننا في قارة أمريكا الشمالية. تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحاتو.